عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مطبخ أم علم معاكم. هنعمل النهاردة الكريب بالفراخ أو بشاورمة الفراخ زي ما انتم حابين. وطبعا الولاد بيحبوا الحاجات الخفيفة كده. التيك أواي بيبقى حلو قوي للولاد، هما بياخدوها معاهم في المدرسة أو في رحلة أو في أو في البيت حتى. بتبقى حاجة سهلة كده الولاد يمسكوها وبتبقى لذيذة بالنسبة لهم. زي ما احنا شايفين كده بتبقى بالجبنة وبالخضار وبالفراخ. بتبقى حلوة قوي وان شاء الله يعجبكم الفيديو. وتعالوا بقى نعمل لايك واشتراك، وبعد ما نشترك هيظهر لنا جرس صغير كده نفعل زر الجرس على الكل. نبتدي بسم الله كده. هنجيب البولة بتاعتنا او اي حاجة غويطة. هنبتدي نحط كده كوبايتين من اللبن وبيضتين زي ما احنا شايفين، كوبايتين من اللبن. وانا زودت عندي لان انا الكوبايتين من اللبن دول هيبقوا على كوباية دقيق او كوباية ونص من الدقيق. ومعانا طبعا رشة الملح، ده اساسي عشان يبين لنا الطعم، والنكهة بتبقى حلوة قوي لما بنحط رشة الملح دي، بتفرق قوي في اي اكلة او في كيكة او في اي حلويات. بعد كده انا عندي هنا بيضتين، والبيضتين هنا عندي زي ما انتم شايفينهم كده بلدي، عشان نزود القيمة الغذائية لولادنا. بالشكل ده. وبالمضرب كده بسرعة نضرب، مش محتاجة يعني كبة او خلاط، مش محتاجة، او عجان. يعني ده البولة دي بتاعة العجان، انا هنا المضرب اليدوي عادي بستخدمه عادي. ودي الكوباية ونص من الدقيق زي ما احنا شايفين كده. وهنا دي معلقة نشا، بتفرق برضو، بيخلي الكريب عندي بيبقى ليه طعم حلو قوي. لان انا لاحظت ان في المحلات بيحطوا معلقة النشا دي. دلوقتي بقى هنضيف بعد ما دوبنا الدقيق مع معلقة النشا، نحطهم بقى على البيض واللبن والملح. نقلب كده. انا حطيت اول كوباية لبن، بعد كده احط الكوباية التانية. وطبعا حسب الدقيق اللي عندنا هيحتاج قد ايه لبن. وممكن برضو نزوده، يعني لو كوبايتين لبن واحتاجنا نزود تاني مية ممكن نزود مية. المهم ان القوام بتاعنا يبقى زي كده سايل، ويبقى خفيف بالشكل ده. ونيجي بسرعة بقى على الطاسة بتاعتنا هي وسخنة، لازم ان تكون سخنة. عايزين ترشوا بقى ايه مادة دهنية، او لو عندكم الطاسة تيفال حطوا على طول. بصوا القوام بتاعها بيبقى خفيف كده. اول ما بتبتدي بس كده ايه الاطراف بتطلع، بحاول ان انا ايه اساعدها كده بس في الاول، علشان ما اطلعهاش مرة واحدة. لازم ان انا اطلعها كده من الجناب واحدة واحدة. بلاقي الجناب بتاعتي او الاطراف بتاعتها بتطلع كده لفوق، او بتاخد ميلة كده حاجة بسيطة. ببتدي ادخل المعلقة من الميلة دي كده وايه واسلك بقى ايه الكريبة بتاعتي. خلاص هي كده. اقلبها كمان قلبة كمان الناحية التانية عشان تنشف كويس، او ان هي يعني ايه تتغلف كويس، ما خلاش تنشف تبقى طرية برضو اهو بالشكل ده. واعمل لكم تاني واحدة كده بسرعة. انا بزود الكمية هنا عشان ولادي بيحبوها ان هي ايه تبقى تقيلة كده. في الكريبة برضو ممكن نعملها، بصوا من الاطراف بالشكل دون، وبعد كده نقلبها الناحية التانية واقلبها كمان مرة اهو.
وانا كده خلصت الكمية. نيجي بقى احنا هنحشيها ايه؟ هنحشيها فراخ. عندي صدور الفراخ بتاعتي زي ما هي كده متقطعة، او ممكن الراجل يديهالك مثلا فيليه، مش مشكلة، او انت تقطعيها في البيت مكعبات، المهم ان هي تتقطع مكعبات بالشكل ده. ونيجي بقى ناخدها ونوديها فين؟ نوديها على النار، معلقة سمنة كده. ولازم ان السمنة تكون سخنت قوي، او الطاسة بتاعتنا تكون سخنة قوي، والسمنة تكون سخنة. ليه؟ علشان الفراخ بتاعتنا تاخد الصدمة وما تنزلش مية. تعالوا نسمع الصوت كده بالشكل ده. لازم نسمع الصوت، الصوت كده اللي هو ايه، لازم نسمع الصوت ونوزعها بقى، ما نحاولش نقلبها خالص، نوزعها كده ونسيبها. اول ما نحس ان هي ايه ابتدت تستوي من تحت او بتاخد لون خفيف كده، نروح قلبينها الناحية التانية اهو. وكنا انا بقى محضرة بصلتين كبار، لان انا عندي الكمية حوالي ايه نص كيلو من البانيه. بصلتين كبار كده حلوين، نكتر بقى الخضار لولادنا، تبقى حاجة صحية قوي. ونقلب برضو كده. وانا عندي هنا بهارات فراخ بنحطها برضو عليها كده، كركم وكزبرة ناشفة وورق لوري وحبهان، كل ده مطحون مع بعضه وايه، وبيدينا اللون الاصفر الكركم ده الحلو اللي احنا بنبقى عايزينه في الكريب. نقلب بقى كده. بصوا مفيش ميه، اول ما نحس خلاص ان مفيش ميه من البصل نزلت والميه اتشربت، نجيب بقى شويه الفلفل دول نحطهم بقى ايه برضو عليهم، نزود برضو القيمه الغذائيه. احنا عارفين ان الفلفل فيه نسبه حديد، بصوا يعني فيها فعلا كميه فيتامينات وبروتينات، هتبقى حلوه قوي وتفيد الاولاد. ونحط بقى شويه زيتون. بصوا انتوا لاحظتوا لغايه دلوقتي انا لسه ما حطيتش ملح. ليه؟ لان انا قطعت شويه الزيتون دول كده اهو، مخلل زيتون وهحطه. عندك بقى مخلل خيار برضو عايزين تحطوا مخلل خيار مكان الزيتون، برضو بيبقى طعمه حلو كده. ونقلب بقى وندوق بقى في الاخر. عندي شويه جبنه بقى موتزاريلا عشان يحل الطعم اكتر، وكده يديها ايه حاجه كده لذيذه في الكريب احنا وبنقطمها. والولاد برضو بيفرحوا قوي بالجبنه الموتزاريلا لما بتمط معاهم، وبرضو بتبقى قيمه غذائيه برضو، بروتينات للولاد. نقلب كده يا دوبك، اول ما الجبنه نلاقيها بس كده ساحت نطفي النار على طول، ما نطولش الجبنه علشان تفضل سخنه جوه الفراخ. انا الكميه هي عندي يعني برضو عملت معايا اكتر من كده. انا يا دوبك ولادي يا دوبك اول ما بيلاقوا الكريب بياخدوه على طول بياكلوه كده من غير اي حاجه اهو. هننزل بقى الخلطه بتاعتنا. بصوا بصوا الجبنه يعني حاجه كده وصف خيال، خيال كده. الولاد بيحبوا قوي المطه بتاعت الجبنه دي. تلف بقى زي ما انت عايزه، تلفيها بقى مثلث، تلفيها رول، كده اي لفه انت تلفيها مربع، ممكن تطبقيها كده مربعات زي ما انت حابه، وبالطريقه اللي انت ايه هتساعدك ان الحشوه ما تنزلش من بره، عشان احنا لسه هنعمل لها خطوه اخيره. انا عندي هنا اول واحده خلصتها عملتها مثلث. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك لاول مره يشوفها اهو. بصوا هعمل واحده تانية كده معاكم بسرعه. يا رب بقى ايه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، مهم قوي عشان ده اللي بيخليني ان انا اعمل لكم فيديوهات حلوه. دي كده ايه
اي شكل انتوا عايزينه، المهم ان الخلطة ما تطلعش من بره. انا عندي هنا بقى ايه، نويت ان انا هعملها رول. الرول برضو بيساعد ان الحشوة ما تطلعش من بره. بصوا بقى، الرول ده انا ما بطبقهاش غير بس ايه، يدوبك بلفها عليها كده من الناحية دي يمين وشمال، وبكمل اللف بتاعنا عادي. بصوا كده، وانا بحب اللفة دي قوي لان ولادي بيعملوها بياخدوها كده كأنها سندوتش في ايديهم، بتبقى برضو ايه محكومة فيهم اكتر، في ايديهم اكتر يعني. بصوا حتى لو عندي واحدة اتقطعت مش مشكلة. عندي بقى نفس الطاسة اللي انا سويت فيها الكريب برضو ما بحطش اي مادة دهنية. لو انت الطاسة عندك مش تيفال او ما او بتلزق، هحط ايه معلقة زيت كده خفيفة يا دوبك تمسحيها. بصوا انا بحط كده برضو على طول على نفس الطاسة اهو، بحطهم ليه بقى؟ علشان تكمل تسويتها. والجبنة عندي كمان ايه، اول ما باخدها كده سخنة، بتاكليها سخنة بتبقى ايه، بتبقى الجبنة بتبقى سايحة فيها، وبتبقى ايه ليها كده شكل حلو. هتفهموا الكلام ده في اخر الفيديو برضو. ودي بقى المقطوعة عندي، انا محبتش اداريها، لا انا هوريكم ازاي برضو حتى لو حاجة اتقطعت منكم تحطوها برضو كده على الجنب اللي ايه اللي هي مش مقطوع. وبحط ايدي عادي لان انا مش حاطه زيت ولا حاطه اي حاجه، يا دوبك كده. اهم حاجه تكون النار سخنه تحت تحت الكريب. اظن مفيش اسهل من كده، وولادنا برضو هيحبوها والكبار برضو هيحبوها. اهو ادوس بقى شويه كده خفيفه. بصوا احس اول بقى ان هي ابتدت تنشف بس من تحت كده، وتدي ايه لون كده برضو شويه. بصوا ده اللون اللي انا قصدي عليه. وهتنشف شويه وفي نفس الوقت هتمسك، يعني هتمسك العجين الكريب هيمسك في بعض. دي بقى عندي هنا اللي اتقطعت، هعمل لها ايه، مش يعني مش هنرميها ولا حاجه، لا هنقلبها برضو، نحاول نقلبها الناحيه التانية. اهو بصوا مسكت برضو، هتمسك في بعض، مفيش اي مشاكل معاها. زي ما قلت لكم بقى، ممكن تاخدوها في رحلات، ممكن تاخدوها في البيت، حتى تعملوها غدا كده للولاد، وبجد بيشبع يعني. الولاد لو خدوا واحدة او اتنين من دول بيشبعهم على طول. خلاص كده يا دوبك، انا ما خدتش معايا اهو، انا ما سرعتش الفيديو ولا حاجة، معاكم خطوة بخطوة. وايه يا دوبك كده ايه دقيقة بس على النار من الناحية دي ودقيقة من الناحية دي. وده بقى الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يعجبكم بقى الفيديو، وتعملوا لي لايك واشتراك لأول مرة يشوفني. جنب كلمة اشتراك كده في تفعيل الجرس، ودوسوا الجرس واضغطوا على الكل. مهم اوي ان انتوا تضغطوا على الكل. دي بقى المطة اللي انا بقول لكم عليها، دي بقى فايدة الجبنة من جوه، والشكل كده وهم واو. يلا متبخلوش عليا بقى في اللايك، والسلام عليكم.